السلام عليكم حبايب قلبي. بسم الله والسلام على اشرف خلق الله. يا رب ما تنسوش اللايك بالله عليكم. اهم حاجه في الفيديو اللايك، هو اللي بيرفع الفيديو وهو اللي بيعمل له قيمه بصراحه وبيوصله لناس تانية تشوفه. فبالله عليكم لو انتوا حتى يعني استمتعتوا حتى بالفرجه، مش بلاش ان انتوا استفدتوا بمعلومه. يعني شجعوني، حطوا لي اللايك، واللي ما اشتركش اشترك معايا في القناه بالله عليكم ما تنسوش اللايك. واللي ما حطش اللايك بقى يحطه من اول الفيديو عشان انا بفكركم اهوت. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا حبيت بس اعرفكم النهارده ان اول شكوى تيجي من الارانب. هي يعتبر مش شكوى يعني. قعدت مع واحده جارتي حبيبتي، هم اصحاب البيت اساسا. هم بيت عيله، ففي واحده منهم بقى حبيبتي قوي. هم كلهم حبايبي بصراحه، ناس محترمه جدا وعشره 5 سنين. اخوات وحبايب واصحاب وجيران وكل حاجه، اقرب من اهلي ليا. تمام. قاعدين بالصدفة يعني، مش الكلام جه مباشرة. بقول لها يعني ما تفتحي الشباك دوت، يعني هوي شوية. فاليومين دول انا كنت فعلا اهملت مع الارانب يومين، كنت بخلص المعاش بتاع بنتي بتاع ابوها، فكنت مشغولة في المحكمة يعني. فاهملت مع الارانب يوم، وتاني يوم بالليل نضفت. تمام. بس عشان انا عندي زي ما انتم شايفين العدد ما شاء الله، عايزين النظافه مستمره. ناس دافعه فلوس كتير للارانب بصراحه، بس في بقى اللي بيقول لي ايه بحضر مكان، وفي اللي بيقول لي معلش عشان ما عنديش مكان في الفريزر. عندي اللحمه بتاعت العيد وكده وما عنديش مكان في الفريزر، معلش خليهم يومين كده. المهم ان انا ايه يعني، في بتاع 12 13 واحد هيطلعوا. طبعا دول هيخفوا من عليا اكل وشرب وتنظيف. طبعا المكان مش هيتوسخ زي الوقت كده. كل ما اخف من العدد كل ما هتبقى النظافه وهتبقى الرعايه معاهم يعني ايه. والفلوس برضو يعني انا بصرف مصاريف جامده في اكلهم. فكل واحد حاجز حاجه بصراحه هياخدها ان شاء الله الاسبوع دوت كله، يعني كل اللي حاجز حاجه هياخدها. فالكلام بقى جاب بعضه، قالت لي بقول لها افتح الشباك دوت يهوي شويه. فقالت لي لا مش عارفه ليه اليومين دول يعني بقالك يومين كده. المكان يعني ريحه الارانب طالعه، زي احنا ما شفناش ريحه الارانب بصراحه الا اليومين دول. قلت لها ده انا بس عشان بخلص ورق لبنتي وكده زي ما انتوا عارفين. فاتشغلت امبارح والنهارده بس. قالت لي لا يا حبيبتي والله مش بشتكي، انا والله بعرفك بس، ده انت الكلام هو اللي جاب بعضه. انت قاعده معانا بقالك 5 سنين والله ما حسينا بيهم ولا اكنك مربيه حاجه ولا عامله حاجه. طبعا انتوا عارفين يعني ايه ان انا، انتوا عارفين النقطه دي، يعني دي بتدللكوا ان انا حاجتي نظيفه والمكان نظيف، بدليل ان الناس ما اشتكتش مننا. فهي زعلت قوي ان هي وقالت لي بشتكي والله حقك عليا اوعي تزعلي مش عارف ايه. قلت لها والله ما زعلت ولا اي حاجه، بس كويس ان انت نبهتيني على النقطه ديت. حتى لو انا مشغوله ولا في اي حاجه لازم ان انا ما فوتش يوم ما انضف لهمش. صلوا على النبي حبايبي. طبعا الارانب عايزه الاهتمام زي ما انا قلت لكم، اهتمام جامد. لو انتوا طبعا لو انتوا عندكم مثلا ارنب او يعني ذكر وانتيتين ذكر، يعني عددهم مثلا 6 8 10، دي ما فيش اي مشكله. لو انت قاعده في اوضه يعيشوا معاكي في قلب الاوضه والله العظيم، مع النظافه طبعا، يعني لازم نهتم بالنظافه. ماشي. فاهم حاجه في موضوع الارانب هي النظافه. هتنضفي لهم، هتاخدي منهم. في تعليق اتبعت لي قال لي يعني مباشره كده والله لو هتخشوا على التعليقات، بس مش عارفه في انهي فيديو، في اللي هو اللي انا بوريكم الفلوس اللي انا بايعه بيها الارانب. وبقول لكم ان مشروع كويس وكده. طبعا عليات حبايبي شافوه، بعد بيقول لي بالحرف كده حسبي الله ونعم الوكيل. مشروع فاشل والعلف غالي. طب يعني كل حاجة غالية، كل حاجة غالية. بس يعني لو انت مثلا مربع 10 أرانب وهيجيبوا لك إنتاج، هتهتم ان انت العلف غالي؟ طب ما انت هتعوضه في الحاجة اللي انت هتبيعها.
مفيش حد بيربي حاجه او مفيش حد بيعمل مشروع وبيخسر وبيكمل فيه. بدليل ان انا يعني انا لو بخسر او انا بغرم من جيبي او عشان اعمل فيديوهات او الكلام ده، انا ما كانش يبقى عندي العدد دوت، او يبقى ما كنتش كملت فيه. انا بقالي 12 سنه وانا داخله في 13 سنه، خلي بالكم، يعني انا داخله في 13 سنه مع موضوع الارانب دوت. كنت بربي الطيور كلها على السطح بتاع ابو ولادي، في البيت بتاع ابو ولادي يعني قبل ما نسيبه. فطبعا اقول لكم العدد طبعا مع الارانب مع الطيور مع البط وز ورومي وبتاع. بس الحاجه الوحيده اللي ما ربيتهاش بصراحه الحمام، لان انا ما بحبوش، عشان انتوا عارفين انا قصدي ايه. يعني لو انا ربيته كمان في مكان زي كده هيبقى غلط، طبعا غلط قوي، عشان انتوا عارفين بيلم ايه. تمام. فطول عمري وانا بربي الارانب، عمري بصراحه يعني كان العلف ما كانش فيه اعلاف عامه. الاعلاف عامه ما كانتش انتشرت كده. كنا بنوكل عيش وبرسيم واي حاجه خضراء، وكنا بنروح السوق نجيب حاجتنا، نجيب معانا كل حاجه، حاجات مكسره، بطاطا، بطاطس، خيار، جزر، قشر رفت، مش عارف ايه. كنت بجيب الشوله قد كده وبرمي، وكان في سطح بقى وتهويه وكلام من ده. ماشي. فما كانش فيه اي مشاكل. انا الوقت كل مشكلتي مع الارانب او كل التعليقات اللي بتجيلي جرب، اسهال، مش عارف ايه، كل ده يخص النظافة. من الاخر يخص نظافة المكان. امسكي الواد دوت عشان ما اضربهوش. يخص نظافة المكان. طول ما انت مش منظفة المكان ما ينفعش مع اي طيور. انا النهارده لقيت صرصار صغير كده في المنور هنا. طبعا ده غلط. ده انا لو سبته غلط هيملى لي المكان حشرات، فانا ما ينفعش ان يبقى في حشرات في المكان. ماشي. موتته طبعا وجبت المبيد، عزلتهم هم، وحطيت الخشبه دي وقفلت عليهم تحت العشه هنا، ورحت رشه الحته اللي بيطلع منها الحاجات دي، ونضفته ومسحته ووصلت المكان اللي انتوا شايفينه دوت. والله اقسم بالله ويمين يحاسبني عليه ربنا ان انا ما بهتم بالنظافه عشان خاطر تصوير. ما انا ممكن اصور لكم كل يومين 3 فيديو اول ما انضف لهم على طول، وبعد كده بقى يعني فين لما اصور فيديو تاني بعد يومين 3 ابقى انضف. لا والله، لا والله، ده عشان احنا كمان، عشان انا معايا طفل برضو، وانا صدري تعبان انتوا عارفين. يمكن انتوا تحسوا برضو بنهجاني جامد وانا بتكلم. فالحمد لله، الحمد لله والشكر لله، احنا زي الفل. لا اله الا سيدنا محمد رسول الله. حبيبتي بعتت قالت لي، او انا شفت فيديو بتاع حبايبي طبعا ما عندهم ارانب بيصوروا، فطبعا مش فرشه لهم تحتهم حاجه، هي ارانبها زي العسل بصراحه، ونظافه وجمال. بس نصيحه مني ان انت تفرشوا، اي حد مربي ارانب يفرش تحتهم اي حاجه، نشاره بقى، رمله، تراب، لو هتلموا تراب كده من الشارع نضيف، يعني من مكان نضيف وتحطوه لهم. اهم حاجه يبقى تحتهم حاجه تشرب الميه بتاعتهم وما تعملهمش، لان بتجيب جرب وبتجيب الامراض المعويه للارانب لما يكون المكان على البلاط، على الارض كده مباشره. الحاجه اللي احنا بنفرشها لهم دي، لو انتوا بتلاحظوا طبعا الحاجه دي النشاره دي انا بلمها بتبقى مليانه بلاوي، فطبعا كل دي بتبقى تحت رجليهم في الارض مباشره. حتى لو انت هتمسحي لهم كل شويه، لا، النشاره دي بتحفظهم وبتحفظ رجلهم من الجرب. واي الارنب بيبدا الجرب عنده من رجليه او من ودنه، دي اكتر حاجتين قابلين للعدوى قوي هو في الارنب يعني. فانا ما انصحكوش ان انتوا تحطوا حاجتكم على البلاط، حطوا فرش افرشوا تحتيهم عشان ما يحصلش الامراض المعويه ويحصل جرب وترجعوا تشتكوا. وكل فتره كده بالذات في الصيف هنرش المكان بالمبيد طبعا، وهي الارانب خارج المكان هنرش المكان كله بالمبيد، وهنمسح دايما بديتول. اهم حاجه ان انت مش بتمسحي بميه بس، تمسحي بديتول، بيضيع ريحه الحاجه اللي هي بتاعتهم ديت، وبيدي للمكان انتعاش يعني. تمام. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم وخفيف على قلبكم، وان شاء الله تحطوا لنا اللايك وتشتركوا معايا في القناه. ان شاء الله انا حاسه
والله العظيم انا بقالي اسبوع متفائله جدا، وشايفه ان القناه الحمد لله ابتدت تتفاعل. خلاص انا قربت افعلها، وان شاء الله يحقق لنا ارباح. انا راضيه باقل رجل منها. البيت بصراحه جنب عيالي، ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. ان شاء الله خير باذن الله. كل اللي يسعى لاكل عيشه ان شاء الله ربنا هيكرمه. وحطوا لنا اللايك تاني وتالت وعاشر، حبايب قلبي اللي ما بينسونيش ابدا. ربنا يبارك لكم يا رب ويكرمكم ويكرمنا يا رب. واللي اشتركش اشترك معايا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب الفيديو يعجبكم يا رب، واكون خفيفه على قلبكم. اشوف وشكم بخير يا حبايبي. السلام عليكم.